الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ خليني أوضح لك إحنا بنعمل إيه. ده تمرين عملي لإدارة النفس من خلال نظام قرآني واضح. إحنا بناخد أمر واحد من أوامر رب العالمين ونحوله لسلوك بسيط ونكرره يوم ورا يوم لحد ما يبقى عادة والقلب حاضر فيها، مش مجرد حركة. تمارين يومية وتنفيذ من غير ضغط. جرب وشوف بنفسك لما تطبق الأمر الإحساس بيبقى عامل إزاي. ولو دي أول مرة تسمع السلسلة ارجع لمقدمة البرنامج في الحلقة الأولى. خليك صريح مع نفسك لحظة. لما حد يطلب منك فلوس أو لما تشوف حد محتاج، إيه أول إحساس بيطلع جواك؟ مش الكلام اللي بتقوله، الإحساس الأول. هل بتحس إنك عايز تنفق ولا بتحس بتردد؟ الإنفاق مش مجرد فلوس، هو قرار داخلي. أحيانا النفس تدي بسهولة وأحيانا تتردد، مش لأنك بخيل لكن لأن النفس بتحب الأمان وبتخاف من نقص. فتبدأ الأسئلة تظهر جواك: هو محتاج فعلا؟ هو أولى؟ طب لو احتجت أنا؟ دي كلها إشارات مش غلطات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. الآية مش بتتكلم عن مبلغ ولا عن وقت معين، هي بتوصف نفس الإنفاق جزء من يومها، ليل ونهار. ربنا ما قالش اللي ينفقوا لما يكون عندهم زيادة ولا لما يكونوا مرتاحين، قال بالليل والنهار. يعني الإنفاق مش رد فعل الحالة مريحة، ده توجه ثابت عايش مع النفس طول الوقت. الإنفاق مش إنك تطلع رقم كبير، الإنفاق إن النفس ما تفكرش لما اللحظة تيجي، حتى لو الرقم صغير، حتى لو الإحساس مش سهل. الفلوس هنا وسيلة لتدريب النفس على الكرم، لأن علاقتك بالفلوس بتعكس علاقتك بالأمان. والنفس لما تعرف تدي من غير ما تقلق بيحصل لها استقرار، وده بينعكس على حياتك عامة. التمرين واضح وبسيط. أول ما تتحط في موقف إنفاق، في فلوس طالعة، سواء حد طلب منك أو شفت محتاج قدامك، أقف وقول جواك: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. وبعدها سيب نفسك تطلع اللي تقدر عليه. في آخر اليوم ارجع للفورم الخاص بالتمرين علشان تلاحظ التكرار بهدوء لحد ما العادة تثبت. استخدم نفس الفورم كل يوم، هتلاقي لينك التحميل في البايو، ولو بتتفرج من يوتيوب اللينك موجود في الوصف. وانت بتتابع التمرين على الفورم اسأل نفسك: النهاردة لما اتحطيت في موقف انفاق ايه اللي حصل لي؟ ترددت وفكرت ولا انفقت على طول؟ القرآن مش بيطلب منك تبقى منفق فجأة، القرآن بيظبط علاقتك بالفلوس وبالأمان. آية واحدة، تمرين واحد، وتكرار بسيط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.